السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فانا كنحط قصص، قضايا واقعيه ومواضيع مثيره للاهتمام. ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. القضيه ديال اليوم فيها بزاف تعقيدات، وكيفاش من والو الانسان يقدر يلقى راسو في دوامه من المشاكل اللي ما كتساليش وكتخليه يغلط في الاختيار ديالو. القضية ديال اليوم غادي تخليكم تفكروا 1000 مرة قبل ما تثيقوا في شي حد. وبلا ما نطول عليكم كتر ونحرق لكم الأحداث، امشيو لشي بلاصة كالم وديو معاكم شي كاس القهوة ولا شي دكة أتاي واجيو تشوفوا اشنو واقع في هذه القضية. نبداو على بركة الله. القضية ديال اليوم عدينا مدينة القنيطرة وبالضبط سنة 2005. البوليس من بعد ما جاهم واحد الإخبارية من عند واحد 3 ديال الدراري كانوا كيلعبوا الكرة في الطريق ديال المهدية، يعني في واحد البلاصه تما اللي كانت خاليه، حتى كيلقاو واحد السيد مقتول ومليوح في ديك البلاصه. البوليس انتقلوا مباشره لديك البلاصه وفعلا كيلقاو واحد السيد مقتول، وحسب المعاينه الاوليه اللي داروا للضحيه كيلقاو انها تكون في عمره ما بين 27 حتى 30 سنه، والسيد كان مطعون طعنه واحده على مستوى العنق ديالو وكله عامر بالدم. لقاو كذلك في الجياب ديال السروال ديالو واحد البسطام اللي فيه الفلوس وفيه الهوية ديال الضحية. البوليس عرفوا بأن هاد الجريمة ماشي بدافع السرقة لأن الفلوس كانوا عنده في جيبه، واللي عرفوه البوليس عاود تاني هو أن الجريمة وقعت في ديك المنطقة نيس، واللي خلاهم يتأكدوا هو الدم اللي كان كتير في مسرح الجريمة. غادي يقلبوا البوليس في المنطقة كاملة وما يلقاو حتى شي حاجة اللي غادي تعاونهم في هاد القضية من غير الآثار ديال الرويد ديال شي طوموبيل، وهادشي اللي خلاهم يشكوا بانه تقدر تكون قضيه انتقام. وباش يقدروا يوصلوا لشي خيط بداو التحقيقات ديالهم من خلال الدراري اللي عيطوا لهم وحتى الناس اللي قرابين المنطقه باش يشوفوا وسمعوا شي حاجه ولا شي حد كيغوت تما. الدراري كيقولوا انهم كانوا جايين يلعبوا في ديك البلاصه الكره حتى كيتفاجئوا بالسيد مقتول، ولكن ما لقاو حتى شي واحد في ديك المنطقه، لا طوموبيل لا والو. فشكون هاد السيد وشكون اللي قتلو بديك الطريقه؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في التفاصيل الجايه. وغادي نمشيو نتعرفوا على مروه كان في عمرها 31 سنه، ساكنه في واحد الفيلا خارجه على المدينه في داك الخرجه ديال القنيطره. كانت ساكنه مع والديها طبعا وعندها 2 خواتات. كبرت مروه وسط العائله لاباس عليهم وماشي كانت من الناس اللي حاسين براسهم. ما كانش مروه كتهتم بالمظاهر نهائيا، وكانت واحد الانسان اللي شعبيه بزاف وعندها صحابات من جميع الطبقات. هادشي اللي خلاها عزيزه على بزاف ديال الناس، خصوصا من خدات الاجازه ديالها وخدمت في الشركه ديال باها بحكم انها الكبيره بين خواتاتها. حتى العمال اللي في الشركه كانت عزيزه عليهم بزاف لان هي اللي كانت كتحليهم المشاكل اللي عندهم وسط الشركه. حتى لواحد النهار جا عندها واحد السيد للشركه باش يدوز لونتروتيان، وفعلا دوزت مع لونتروتيان ولقات بان السيد قاري مزيان وعنده كفاءات، ولكن المشكل اللي كان عنده هو انه ما عندوش تجربه، وما طالبين خاص على الاقل تكون عنده 5 سنين ديال التجربه في العمل. هادشي اللي خلاها تقترح عليه انه يدوز ستاج عندهم. السيد رفض وقال لها بان ظروفه الماديه ما تسمحلوش باش انه يدوز ستاج، خاصو ضروري شي شهريه اللي غادي تعاونوا لان الام ديالو مريضه بزاف وخاصها الدواء، والاب ديالو ميت وهو اللي هاز العائله ديالو. بقى فيها هاد الولد بزاف وقررت على انها تعاونوا وتدبر ليه على خدمه في شركه ديال صاحبتها بواحد الصالير اللي هو معقول، ووعدته بانه تولي عنده خبره وتجربه اللي باغين هما غادي يتصلوا به باش يبدا معاهم في الشركه. هاد الشخص هذا كان سميتو حمزه والسن ديالو 26 سنه، ساكن في حي شعبي مع عمو غير هو وياها حيت هو اللي عندها. المهم ما ترددش حمزه في العرض ديالها وقبلوا وبدا الخدمه مع ديك الشركه ديال صاحبه مروه. واخا هكاك بقى عنده اتصال بمروه حيت هي اللي قالت ليه فين ما تخصك شي حاجه صوني ليا. مشى حمزه فرحان لدارهم وعاود لمو كلشي وقالت لي بلي هاد السيده خاصنا نعرضوا عليها للدار باش نكبروا بها كيف ما كبرت بينا. وحيت مروه واحد الانسانه اللي شعبيه كيف ما سبق قلت لكم، منين قالها ليها حمزه ما رفضاتش، خصوصا اني عرفت امه مريضه. مشات لعندهم العراضه وما خلات ما جابت ليهم وجلست معاهم وكبروا بها حتى هما عجبوها الاجواء العائليه والبساطه اللي كانت كتفتقدوا مع عائلتها، حيت كانوا كل واحد ملهي في شغالاته. خواتاتها كل وحده فين كتقرا، امها كان عندها واحد المشروع ديال التوابات والوحيد اللي كانت كتشوفه هو باها اللي كانت كتشوفه لانه هو المدير ديالها.
لدرجة أنه ما كانوش كيتجمعوا في طبلة واحدة. من بعد هادشي كامل العلاقة ديال حمزة ومروة تطورات، ولاو كيهضروا في التليفون، كيتناقشوا في مشاكلهم، وكونوا واحد الصداقة اللي كانت قوية. وهادشي اللي غادي يخلي مروة أنها دير كاع داكشي اللي في جهدها باش تجيب حمزة عندها الشركة. ولكن باها كان قاصح وكان باغي شي واحد اللي عنده خبرة كبيرة في المجال، وباش تعوض الغياب ديال حمزة معاه في الشركة ولات كتلاقى معاه بزاف. نظام العمل كان عندهم جوج بحال بحال، من 8 ل 12 ومن 2 ل 6. هادشي اللي خلاهم يتلاقاو ديما في وقت الغدا، يتغداو بجوج، ومورا 6 فاش كيساليو الخدمة كانوا كيديروا قهوة وكتوصلوا مروة حتى الدار بطوموبيلتها. مع الوقت هاد العلاقة ما بقاش غير علاقة صداقة، وإنما تطورات، خصوصا من جهة مروة اللي كانت محتاجة لشي واحد في حياتها عاطفيا، حيت حياتها كانت كلها ما بين القراية والخدمة. حمزة حس بهادشي ولعب على هاد الوتر الحساس اللي عند مروة، وقدر يخليها تبغيه واخا هو صغير عليها ب5 سنين، وقدر على أنه يقنعها أن العمر مجرد رقم، وأن تلاقي الأفكار والمشاعر هي أهم حاجة عنده. وبالفعل داكشي اللي كان تكونت واحد العلاقة حب بيناتهم اللي كان صعيب شي واحد يهرسها. حتى حمزة ملي شاف الفلوس عماو ليه العينين، وباغي غير يلقى الفرصة باش يتزوج مروة في أسرع وقت ممكن. وفعلا فتحها في الموضوع. فرحات مروة بحالها بحال أي بنت باغية شي واحد وباغا تخرج من عالم العزوبية وتكون عائلة. ولكن من سوء الحظ ديالها وديال حتى حمزة أن في النهار اللي بغات تفاتح بها في الموضوع سبقها هو، ولقاتو جايب ليها واحد العريس آخر من واحد الطبقة غنية حتى هي. هنا مروة غادي تصدم. الأول كان كيحسب ليها أن حمزة دار ليها مفاجأة، سبقها وهضر مع باباها، ولكن هادشي هو اللي ما كانش. هادشي اللي خلاها ترفض الطلب ديال العريس اللي جايب ليها باها، واخا باها بقى كيلح عليها ولكن هي ما بغات بصفة نهائية. ومن جهة أخرى في هذا الوقت هاد حمزة كانت شاعلة فيه العافية، كيقول ليها ما بغيتيش تزوجي بيا ولا واش ما راضياش بيا ولا شنو. مروة حست بالنقص من جهة عائلتها، حيت كانوا كيدخلوا ليها في امورها بزاف وخصوصا الاب ديالها. وهنا مروة غادي تقرر باش تجمع باها وامها باش تفتحهم في هذا الموضوع، وداكشي اللي كان. وهنا كانت صدمة كبيرة لمروة، حيت تلقات واحد الرفض كبير من باها وحتى من امها، لان حمزة واحد الشخص اللي فقير بالنسبة ليهم وما عندوش الامكانيات باش يعيشها في المستوى اللي عايشه فيه مروة. غادي تصارح حمزة بالرفض والديه ليه وبانه ما كيفكروش بحالها. حمزة غادي يتعصب بطبيعة الحال وما يعجبوش الحال، وغادي يقطع معاها العلاقة لدرجة أنه ما بقاش كيهضر معاها نهائيا. مروة بقات ديما كتحاول تتصل به وتراضيه وكتقول لي بأن ماشي بيديها وغادي تحاول تلقى الحل لهاد المسألة، ولكن حمزة بقى مصر على أنه يبعد عليها ومرضاش من الأب ديالها حيت طيح به. بقات الأمور بحال هكا حتى مروة غادي تحس بنقص كبير في حياتها. كانت مولفة بحمزة حيت كانت كتخوي عليه قلبها ودايره مو بحال امها، كتصلى فيهم بجوج وكتمشي عندهم للدار. حست بواحد الفراغ مورا مقطع علاقته بها. بقات مروه لاصقه حتى يرجع معاها، وباش تقرب منه كانت كتمشي عندهم كتبكي وكتشكي عليها. الام ديالو كانت مروه عزيزه عليها، خصوصا حيت السيده عندها الفلوس وغادي تخرج ولدها من داك الفقر. بقات هكا مره غادا جايه لدارهم حتى تطورت العلاقه بيناتهم ولاو عايشين بحال مزوجين. راكم فاهمين بلا ما نزيد نوضح اكثر. بقات الامور هكاك. البنت ولات دايره حمزه هو راجلها بلا ورقه بلا جوج، والنيه ديالو في الاول كانت مزيانه واخا شويه مايل فلوسها بزاف، ولكن على الاقل كان باغيها وناويها المعقول. ولكن من مورا ما الاب ديالها حلف حلفه وحده باللي ما عمر حمزه غادي يكون هو راجل بنته، صافي السيد فقد الامل وقال اجي نتفلى عليها ومن بعد نسمح فيها ونمشي. داكشي اللي دار حمزه، بقى عايش معاها حتى خدا داكشي كامل اللي بغا، ومن بعد قلب وجوع عليها. ومنين بدات كتجي كتقلب عليه كتلقى انه ما كاينش في دارهم، والام ديالو قالت ليها بانه علمها باللي خدم شي شركه وما بغاش يقول ليها سميت المدينه، وبانه كيتفت لها غير الفلوس وكيجي نهار وكيمشي بالزربه بلا ما يعلمها. الام ديالو كانت عارفه بانه مشى لمدينه طنجه، ولكن وصاها حيت ولدها عندها اولى باي واحد طبيعي تخبي على مروه. بقات مروه كل مره كتمشي تسول عليه من هنا. السيد طفى عليها التليفون، يمكن بدل النمره وبدل حتى المدينه. دازت مده طويله، حست مروه بان حمزه تفلى عليها وخدا داكشي اللي بغا. من بعد جاها اكتئاب من هادشي حيت ما عندها لمن تعاود، واصلا ما عندهاش كيفاش دير تعاودو حيت هي اللي دارت هادشي لراسها، ما ضربها حد على ايديها. لدرجه ان مروه ما بقات لا كتاكل بحال الاول، ما بقاش حتى كتخرج من الدار، ولات غير ساده على راس بيتها
وحابسه راسها وكتفكر كيفاش دير واشنو غادي دير في هاد المساله اللي حطت فيها راسها. والديها ما رحموهاش، كل مره كيجيبوا لها خطاب جداد كانوا كيعاتبوها وكيقولوا ليها علاش ما بغيتيش توافقي على هاد الزواج، واش مخبيه شي حاجه او لا وقع لك شي حاجه. مروه حياتها تدمرات وخافت لشي نهار غادي تشوه مع عائلتها ويعرفوا بداكشي اللي كانت كدير. خدات مروه قرار باش تخوي داك المدينه وتبعد على عائلتها وتهرب من الواقع ديالها. خدات الفلوس كامله اللي عندها ومشات لمدينه كازا وقالت لوالديها بانها غادي تبدل الجو وتسارى حتى تولي لاباس وترجع عندهم. والديها حيت شافوا بنتهم كانت في اكتئاب ما رفضوش انها تمشي تفوز شويه. فعلا منين وصلت مروه لكازا قلبت على شي اوتيل اللي غادي تجلس فيه دوك الايام، ومنين لقات واحد الاوتيل اللي كان راقي جلست فيه. كانت مروه كتفيق كتفطر في الاوتيل وكتمشي تدور تشم الهواء حتى البحر وكترجع لبيتها وكتبقى جالسه فيه حتى الغد ليه كتعاود تخرج منه. بقات مستمره على هاد الحال في داك الاوتيل حتى داز 15 يوم، حتى لواحد الصباح كانت جالسه كتفطر ويجي عندها واحد الولد من دوك الخدامه اللي في الاوتيل وبقى كيهضر معاها وكيسولها اشنو تشرب وشنو خاصها. السيده كانت سخيه معاهم، يعني كتدور معاهم كاملين، واللي جاب ليها شي حاجه كتعطيه وما كتحاسبش، يعني بالنسبه ليهم كليان صحيح في الاوتيل كيف ما كنقولوا. هاد الولد ملي بدا كيهضر معاها حست براسها شحال هادي مدوات ما حتى واحد، حتى من صوتها ما بقاش كتسمعوا بزاف. هاد الولد سميتو مراد وفي عمره 27 سنه، يعني كذلك صغير على مروه ب4 سنين. بقات الامور مستمره هكاك. تعرفت مروه على مراد في الاوتيل وكل صباح كان كيجي الخدمه كتبقى تهضر معاه وكدي وكتجي معاه في الهضره حتى ارتاحت ليه وعاودت ليه على المشاكل اللي عندها واللي خلاوها تخلي حياتها وتجي لكازا. مراد من شاف الفلوس ما عندوش مشكل، واخا تكون البنت كبيره عليه عاونها وساندها وعطاها بعض النصائح وحتى من الوقت ديالو واللي كانوا فادوها في نفسيتها. بدات مروه نهار على نهار كتحسن صحتها. مراد كان كيخرجها كيساريها كيوريها البلايص في المدينه، طبعا في الوقت اللي ما كيكونش هو خدام، ووصى عليها حتى في الاوتيل حتى ولات معروفه تماك وكلشي كيهضر معها بالاسم ديالها. حتى هي ما خلاتش من جهدها وكتهلا في مراد بالكادوات. بقات علاقته مقتصره على الصداقه حتى لواحد النهار مروه مشات تجيب فلوسها اللي كانت بلوكياهم في حساب ديال التوفير ديالها لان الفلوس اللي كانوا عندها تسالاو، وباش تمشي حتى القنيطره خاصها الفلوس ديال سيرواجي. مراد مشى معاها وعاونها وخلص عليها كلشي حتى ردت الفلوس اللي بلوكياهم لحسابها العادي. وهنا مراد غادي يعرف ان مروه لاباس عليها وعندها فلوس كثيره، اما هي عاد مازال كبر في عينيها حيت تاق فيها وعاونها وسمح في كلشي وجا معاها. رجعت مروه معاه وهي فرحانه حيت السيد عاونها واخا سمع قصتها كامله، كان مواسيها الوقت كامل وكانت ديك العيشه عاجباها. تلاقات بناس جداد وبدات حياه جديده بعيده على داك العالم القديم اللي كانت فيه. مراد نهار على نهار بدا كيتقرب منها وكيحاول يدير بلاصتو في قلبها حيت السيده كانت مجروحه من قبل، ما بغى يبين لها حتى شي حاجه اللي تخليها تشك فيه. داكشي علاش اول حاجه دارها هو طلب منها الزواج نيشان وقال لها بانه عارف بلي والديها ما غاديش يقبلوا به حتى هو كيف ما اللي قبل منه، حيت هي عاودت ليه كلشي. هادشي علاش هو قال لها انهم غادي يتزوجوا في السر وانهم يسكنوا في كازا، ووالديها ما غادي يديو ما غادي يجيبوا من هاد المساله حتى غادي يدوز واحد المده وداك الساعه نصرحوهم. مروه ما كان عندها حتى شي حل اخر من غير هذا، حيت هي اصلا الا مشات حتى تزوجت بشي واحد اخر اكيد غادي يعرف اشنو عندها، واصلا هي مرتاحه مع مراد وبغاتو. فعلا زوجت مروه مراد في السر وشرات دار في مدينه كازا. هاد الدار كتبتها لمراد بسميتو حيت ما بغاش والديها يعرفوا بانها شراتها. فعلا سكنوا في ديك الدار وبقات مره كتمشي عند والديها كتشوفهم وكترجع لكازا. في الاول كان مراد مزيان مع مروه، داير ليها قيمه وظريف معاها حتى غادي يضمن الدار وحتى الفلوس. من بعد مده الفلوس اللي كانوا عند مروه قربوا يتسالاو وحتى الخلصه ديال لوطيل اللي خدام فيها مراد ما كانتش كافيهم بزاف. هنا مروه قررت تخرج تقلب على خدمه في كازا على انها تمشي للقنيطره عند والديها وتصبح في مراد. السيده ما خلاتوش وفضلت تخدم عند الناس وهي عندها شركه على قدها. السيد ما تقبلش هاد المساله، اصلا هو في الاول تزوج بها غير على فلوسها. واحد النهار حتى غادي يقرر مراد يبيع الدار والطوموبيل ويمشي لبرا، وداكشي اللي دار خلى مروه حتى مشات عند والديها واحد الشهر بحال هكاك غادي تجلس معاهم شي ايامات، واستغل الفرصه وباع الدار ومشى جلس عند صحابو وسمح حتى في الخدمه ديالو على ما قاد المسائل ديالو ومشى بحالو للخارج. مروه جات للدار وهي تلقاها تباعت
وما لا ساكنين فيها. منين سولات قالوا ليها بان كل شيء قانوني والدار بسميت مراد، وحنا مراد هو اللي باع علينا، انتي ما كنعرفوش. الدنيا دارت مروه وحست بالدقه مضوبله، وهنا الدقه ما يحش بها غير اللي تنصب عليه فشي حاجه من قبل. المهم بقات كتقلب على مراد بحال الحمقى، كتسول عليه في كاع البلايص، سولات صحابو اللي مولف كيجلس معاهم، والو. السيد بحال بلعاتو الارض، حتى هو كان ضارب حسابو، كان جالس غير مع صحابو اللي ما كتعرفهمش فين كيكونوا. بقات مروه هكاك حتى عرفات منهم انه مشى السيد الخارج ونصب عليها، والمشكله انه ما طلقاش، وحتى هي ما قدرتش ترفع دعوه ديال الطلاق عليه، حيت كانت باقا باغياه وبغاتو غير يفسر ليها علاش دار معها هكا. هو الوحيد اللي كان عارف الظروف اللي مرت منهم وعارف الاسرار ديالها، وانه فايت وقع عليها بحال هادشي. الدقه جات صعيبه من مراد اكثر من حمزه، لان مراد زوجت به وكانت صافي حاطه كاع ثقتها، وما دارش بداك المثل المغربي اللي كيقول اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل. رجعت المروه القنيطره وهي محطمه كليا. هاد المره ماشي غير دخلت في اكتئاب، ولكن السيده مرضت مرضى خايبه لدرجه ان داوها والديها الكلينيك ديال الامراض النفسيه. وبقات مروه مده وهي كتعالج تما، حتى غادي تولي لاباس. من بعد مده طويله غادي تخرج وترجع لحياتها الطبيعيه. رجعت مروه لخدمتها لوالديها ولاي حاجه، وعاودت لهم داكشي كامل اللي وقع معاها، ولكن ما عندهم ما يديروا. اللحم الى خناس كيهزوا غير مواليه. وقفوا مع عائلتها حتى رجعت لها صحتها النفسيه وسمحوا لي على كل شيء. من بعد 3 سنين على الاختفاء ديال مراد، واحد النهار غادي اتصل بها واحد النمره غريبه. منين جاوبات كتلقى انه مراد، بقى كيسول فيها كي دايره، واش لاباس عليها الى اخره. السيده ما تصدماتش، ما تحرك فيها والو، حيت دوك الصدمات اللي تلقات ليهم في حياتها كاملين خلوها تولي قويه بزاف. وحتى العلاج اللي كانت كتعالج به نفعها وخلاها تفكر 1000 مره قبل ما تثق في شي حد. هضرت معاه عادي، السلام عليكم. وعليكم السلام. حتى غادي يطلب منها مراد انها تلاقى به باش يحاولوا يصفيوا العلاقه اللي بيناتهم، بحكم انه مازال مزوجين في الوراق. مروه بقات كتكذب عليه وكتقول ليه بانها مازال متعلقه به ومنساتوش، واخا سمح فيها وخلاها هي مسامحه ومستعده دير اي حاجه باش ترجع ليه، ولكن الواقع هي باغا غير تجيبو لعندها. هنا غادي نرجعوا للتحقيقات ديال البوليس. من بعد ما لقاو مراد مقتول في داك البلاصه، لقاو عنده في البسطام واحد الورقه كتكون عند الناس اللي كيكونوا برا باش كيتحركوا في هذيك البلاد اللي كيعيشوا فيها، ولقاو العنوان كذلك ديال مراد. منين مشاو العنوان اللي عنده في البطاقه واللي كاين في مدينه كازا، كيلقاو واحد السيد ومراته. منين سولوهم على مراد قال لهم السيد اللي تما بانه خوه الصغير هو عايش في الخارج وعاج هذوك الايام المغرب. عرفوا منه بان مراد ما عندوش والديه، توفى وهو باقي صغير، وعنده غير خوتو اللي كبر منه واللي كانوا كلهم مزوجين. البوليس غادي يعلموا خوتو بالوفاه ديالو، وغادي يديو معاهم خوه الكبير باش يتعرف على الجثه ديال مراد. خوتو كانوا مصدومين حيت مراد مده هو في الخارج وشحال هادي ما شافوه، وفاش دخل المغرب ايامات قلال تقتل. هادشي جاهم ما كيدخلش العقل. السيد اشنو غادي يمشي يدير في قنيطره؟ فعلا الاخ ديال مراد مشى مع البوليس مستودع الاموات وتعرف على خوه وبداو معاه في التحقيق. سولوا البوليس امتى جا مراد المغرب، قال لهم بانه يلا تكون شي 20 يوم باش جا، حيت كان هو ناوي من يدخل يتزوج بواحد البنت من العائله اللي كان هو وياه على تواصل من قبل. والمعلومه المهمه اللي عرفوها البوليس من خوتو هو ان مراد كان فايت لي مزوج بواحد السيده من مدينه قنيطره، ولكن متخبيه على والديها، وان مراد من صغره هو الحلم ديالو يمشي لبرا. داكشي علاش منين السيده شرات ليه الدار وكتبات له بسميتو باعها ومشى للخارج. سولوهم على شنو دار مع مراته، واش طلقها وكيفاش كانت العلاقه بيناتهم قبل ما يمشي للخارج. خوتو قالوا بانه ما شافوها مره واحده، ولكن اللي عرفوه من مراد انه باع الدار وسمح فيها في المغرب وما قاش ليه على النوايا ديالو، خلاها حتى مشات عند والديها وباع الدار والطوموبيل. البوليس عرفوا ان هاد الجريمه غادي تكون موراها مراته حيت هي سمح فيها، واكيد غادي تبغي غير يمشي يدخل المغرب باش تنتقم منه وتصفي عليه، وان الجريمه وقعت في مدينه قنيطره وهي المدينه اللي ساكنه فيها مراته، خصوصا انه نصب عليها ودا ليها الدار والفلوس والطوموبيل. غادي يبداو البحث ديالهم مع البنت اللي كان ناوي يتزوج بها، وملي غادي تقول لهم ان مراد عارفه باقي مزوج مراته الاولى وانه باغي غير يدخل المغرب، غادي يطلقها. غيحاول يهضر معاها باش يطلقوا بجوج بيهم باش يقدر يتزوج بها، وهي غادي تمشي تعيش معاه في الخارج. البوليس تاكدوا بان مراد 100% غادي يكون مشى عند مروه القنيطره وهي اللي قتلته. غيرجعوا للمحكمه وعيجيبوا العنوان ديال مروه
مباشرة غادي يمشيو للفيلا ديالهم اللي في قنيطرة، وغادي يديو مروة معاهم المركز. بداو التحقيق مع مروة اللي اتهموها ان هي اللي قتلت مراد، والسبب كان واضح وباين. مروة في الاول كانت كتنكر انها تلاقاتو. السيده كتقول ان مراد صبح فيها هذه 3 سنين واختفى وما عرفاتوش فين مشى، وكلا ليها رزقها. ولكن بطريقه كلامها البوليس كانوا عارفينها هي اللي قتلاتو، حيت السيد ما عنده حد من غيره في قنيطره اللي يصفيها ليه تما. مروه كانت مريضه واخا تعالجات شويه، ولكن باقي العلاج ديالها مستمر، يعني ما براتش مزيان منه. داكشي علاش لاحظوا البوليس ان البنت ما كانت متوازنه في كلامها. داكشي علاش غادي يضغطوا عليها مزيان، وفي الاخر غادي تعترف لهم مروه بان هي اللي قتلت مراد. قالت انه اتصل بها مورا ما جا المغرب، وهي بينت لي ان مازال باغاه، واخا داكشي كامل اللي دار فيها، ودار معاها انه غادي يجي لعند القنيطره باش يصفيو داكشي اللي بيناتهم. فعلا جا مراد القنيطره، تلاقات بيه مروه حدا البحر، وبقاو جالسين كيهضروا، وعاود ليها انه باغي يتزوج وخاصهم يطلقوه. مروه دارت راسها ان بقى فيها الحال وبدات كتبكي، ولكن في الاخر صافي وافقات انهم يطلقوا. مشى معاها وركبوا في الطوموبيل ديال مروه وداتو حتى لداك البلاصه، وقالت لي انها ما كتحش براسها مزيان وان غادي تهبط تشم الهواء. مورا تهبط معاها في ديك البلاصه، وما كانش عارف انها كانت ناويه تصفيها ليه في اي بلاصه بانت ليها ما فيهاش الناس كيدوروا. جبدات الموس وضرباتو بضربه واحده لعنقو، وركبات في طوموبيلتها من بعد ما تاكدات ان مراد مات. مروه جات الدقه الاولى ديال حمزه قاصحه، ولكن الدقه الثانيه ديال مراد جات صعب بزاف، وما دارش بحسابها ومتعلماش من الغلط الاول. تقدمات مروه للعداله والمحكمه حكمت عليها بالمؤبد. هنا غادي تكون القضيه ديالنا سالات. الله يسلنا يا ربي دنيا واخره، ولا يخرجنا من دار العيب بلا عيب. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في هذه القضيه في التعليقات. تهلاو ليا في راسكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.